على اليسار كاع قلب كيضرب بالريتم اللي هو عادي، نورمالمون كيكون ما بين 60 80 دقه في الدقيقه. الوسط قلب كيضرب بالبطء، غالبا تحت من 50 في الدقيقه. على اليمين كاع قلب الدقات ديالو طالعين بزاف ديال الاخوان والاخوات سولوني شنو الاسباب اللي كيخليو دقات القلب كيطلعوا. داكشي اللي غادي نبينو اليوم. الاسم العلمي ديال دقات القلب ملي كيكونوا طالعين هو تاكيكارديا ولا تاكيكارديا. كيكون القلب غادي بواحد الريتم اللي اكثر من 100 دقه في الدقيقه. غادي ندخلوا نيشان في اللوب ديال الموضوع ونشوفوا شنو هما الاسباب اللي يقدروا يطلعوا دقات القلب، وغادي نحاول نبسط كلشي باش تكون عندكم فكره مسبقه. اللي كيقدر يطلع دقات القلب هو فقر الدم، الغده الدرقيه، ستريس، كونسوماسيون ديال بعض المواد، وبطبيعه الحال امراض النظم ديال القلب وامراض القلب والشرايين. نبداو بالغده الدرقيه وندوزو من بعد المرض العصر اللي هو ستريس حتى نوصلوا للامراض ديال القلب. باش نعرفوا كي كدير تطلع دقات القلب خصنا نعرفوا شنو الدور ديالها بعجاله. هي واحد الغده كتكون في العنق ديالنا كتاثر على الجسم كامل بفضل واحد جوج ديال الهرمونات كتصنعهم، هما تي 3 و تي 4 اللي كنلقاوهم في التحاليل. عندهم واحد التاثير على الميتابوليزم وعلى باقي الاعضاء، بحال شي شيف دوركستر كيمكنوا ان كلشي يكون خدام مزيان وفي صحه جيده. شنو هو الميتابوليزم بعدا؟ هو بكل بساطه مجموعه ديال التفاعلات الكيماويه اللي كتمكن الجسم انه يصنع الطاقه ويستعملها عن طريق التفكيك ديال الاغذيه اللي كناكلو، وكذلك دي بروسيسوس واحد اخرين كتكوين ديال العضلات والسيكاتريزاسيون ديال الجروح كيدخل في هادشي كامل. وشنو كيديروا دابا هاد الهرمونات الميتابوليزم؟ هاد الهرمونات ديال الغده الدرقيه كيطلعوا الميتابوليزم، بحال كلشي في الجسم ديالنا كيولي يخدم بالزربه، يعني كيطلعوا السكر ويحولوا للطاقه للاستعمال ديال البروتينات من اجل النمو العضلي، وكيخدموا الدهنيات باش يعطيوك الطاقه ويخويو الستوك ديال الشحمه. كلشي كيشعل. بالنسبه للتاثير على الاعضاء، هاد الهرمونات عندهم دور في النمو ديال الجسم وديال الخلايا العصبيه، كتحفز الصنع ديال الخلايا الدمويه، كتقوي الهرمونات الجنسيه، وكتطلع النشاط ديال الكلاوي، كتحسن لي كونتراكسيون ديال العضلات، واخيرا داكشي اللي بغينا نعرفو فهي كتطلع الدقات ديال القلب وكتحسن الاستثاره ديال القلب. دابا هادشي في الحاله العاديه، فما ادراك اذا كانت الغده الدرقيه محيحه وكتخدم اكثر من القياس، فالقلب ديك الساعات كيخرج من الطريق الناسيونال وكيدخل في الاوتومات. ثانيا ستريس، الشريك ديال حياتك اولا شي كوليغ اولا شي واحد من العائله بدا معاك شي شجار على شي موضوع حساس، وانت او انت يلاه كنت تبدا شي حاجه مهمه، كتحس بدقات القلب كيطلعوا، التعرق في يديك وفمك كينشف. ستريس داير بحال شي الارم ديال الطوموبيل، ولكن عكس الطوموبيل ما يمكن ليناش نطفيوه بسهوله بشي تيليكوموند. فما حد كتغلي والجسم ديالك كينتج هرمون ديال الستريس الادرينالين كردة الفعل من اجل الهروب او المواجهه، وهذا الهرمون كيطلع دقات القلب بطريقه مباشره. ثالثا كاينين بعض المواد الكيماويه اللي كيطلعوا الدقات ديال القلب حتى هما تكونوا عرفتوهم، بحال القهوه ديال الصباح اللي كتقاد المزاج وذلك بفضل الكافيين، وديك الكافيين كتساهم مره اخرى في انتاج هرمون الادرينالين بطريقه غير مباشره. داكشي علاش فايت قلت في واحد الشورت هنا في يوتيوب وفي انستغرام ان من الافضل تاخذ القهوه ديالك حتى ل 10 ونص ديال الصباح، لان من قبل كيكون هرمون الكورتيزول طالع في الذات بصفه طبيعيه واللي حتى هو كيعطي نفس المفعول. ومثال اخر اللي يمكن لينا نعطيه هما السجائر اللي كتشعل الجهاز ديالك العصبي بالنيكوتين. فهاد المواد الكيماويه بحال كيلبسوا القلب ديالك شي سبرديله وصيفطو يجري الماراثون بلا ما يتشاوروا معاك. رابعا فقر الدم، كيطلع دقه القلب. باش نتفاداو الاعاده هاد القضيه فايت شرحناها، تلقاوها في الرابط اللي غادي يبان اعلى وكذلك في صندوق الوصف لتحت. وغادي ندوزو نيشان لاخر حاجه هي امراض القلب اللي كلشي كيتسناها. اضطرابات نظم القلب، اسم علمي ديالها اريثميا، هي كلمه كتجمع كاع انواع الاضطرابات اللي دقه القلب فيها كتكون غير منتظمه او لا سريعه او لا بطيئه، حيث كيكون هناك خلل في النظام الكهربائي ديال القلب، لان النبض ديال القلب كيعتمد على الاشارات الكهربائيه اللي كتعبر القلب على مستوى واحد الحزمه. في هذه الصوره راه هي اللي بالصفر، ومنين كيوصل داك الضوء للخليه العضليه ديال القلب فديك الساعات كيوقع التقلص ديال العضله وبالتالي كيضخ الدم. تخيلوا معايا دابا القلب ديالنا بحال شي اوركسترا، وكل دقه كيدق بحال شي نوطه موسيقيه ملعوبه بكل اتقان. ولكن واحد الوقيته الشاف اوركسترا كيطير ليه الفريخ، كان كلشي منظم ودابا تبدا الروينه. الكهرباء ديال القلب واحد الوقيته كيطلع عليه الدم كيلوح ديك البارتيسيون وكيقلبها شعبي. فدقات القلب اللي كانوا هكذا كيوليو هكذا. ناخذ غير جوج ديال الامثله، واحد خطير وواحد شائع. الخطير هو ملي كيبدا القلب يكسيري من البطين ديالو، هما دوك جوج ديال الغرف اللي لتحت، كتسمى لا تاكيكاردي فونتريكولير او لا التسرع البطيني. هذه حاله مستعجله. المثال الاخر اللي شائع يهم الاذين ديال القلب، هما اللي الفوق، عوض ما يدخل الدم كيبقاو غير كيترعدوا بحال شي فيبغور. كنسميو هذه الحاله لا فيبريلاسيون اوريكولير او الرجفان الاذيني. يمكن لك تخيلها بحال الكمان ديال لوركستر، كل واحد كيدير اللي في راسو عوض ما يمشيو كاملين مجموعين على نغمه واحده، الروينه. ولكن لحسن الحظ كيمكن لينا نعالجوا هاد الاضطرابات النظم يا اما بالادويه باش نعاودوا لاكور ديال القلب ديالنا، اولا القسطره في حاله الرجفان الاذيني باش نكتبوا بارتيسيون جديده نقيه. وكاين كذلك بعض الاجهزه منظمه لضربات القلب بيس ميكر باش يقيد لينا لوركستر ديالنا من جديد ونجعلوا السيمفونيه ديال القلب متناغمه مره اخرى. فاذا بدا القلب ديالك كيضرب بصفه غير منتظمه اولا بدا كيعزف شي لحن تمام ولفش به، فواقيلا حان الاوان لاستشاره اخصائي. هنا كيكون سال الفيديو ديالنا،
وشفنا اهم الاسباب اللي كيطلعوا الدقات ديال القلب. كيف ما قلت لكم من قبل، اللي كيهم الامر ومازال بغى يعرف علاش وكيفاش كيطلعوا دقات القلب في فقر الدم، ها هو ليان فوق اولا في الوصف. خليتكم في صحه جيده، والى المره القادمه من اجل معلومه في سبيطار الحومه.